السلام عليكم، كي دايرين الاخوات؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. نفصل معكم بيجامه سبق لي حطيتها في القناه انما بطريقه مختلفه واحد شويه. المهم فصلتها دروكا الثوب غنفصلو بالعرض. الثوب عندي تاع الخيط كما العاده نرقدو اللي قبل بليله كامله بلا ما نعصرو ونشرو باش يشرب، باش ما يشربش ليا ملي كيكون ملي تيتلبس. بالنسبه للثوب عندي فيه 2 متر و30 على 1.5 متر، يعني الطول فيه 2 متر و30 وفي العرض كاين 1.5 متر. الطريقه باش غنخدم هي هاد الطريقه هادي. خديت الثوب، بالنسبه لهاد الطريقه راه كتسمى تنكيس، واني نقدر نخدمو بها في الثوب تاع الخيط. المهم كنشدو الثوب ديالي كنطوي بهذا الشكل، بهذا الشكل هذا، وغنحسب غير حدي 40 هنايا، وكنحسب هنايا الطول ديالي اللي عندي فيه مثلا 1.36 متر. غنقص منها انا واحد 45، يعني هذه 1.36 متر غنقص منها 45، وداكشي اللي خرج ليا هو اللي غنحط هنايا، هو اللي غنحط في هذا الطول ديالي هنا، هو اللي غنحط من هنا لهنا صافي. وغنخدم عادي. انا نخدم معكم الثوب كما كتلاحظوا راه سبق ليا طويته. عندي في الطول كما قلنا 1.36 متر، غنحيد منها واحد 45 ونشوف شحال غادي. غتبقى ليا تقريبا ديك 92. غنحددها وغنخدم البياسه ديالي. المهم نخدم الكتاف عادي اللي عندي فيهم 19. غنخدم هنايا تركيز اللي عندي فيه 25، التركيز اللي عندي فيه 25 غنحطها هنايا. نقدر ندير غير 24، واني باش نتجنب ان الثوب يشرب التزيير اللهم ندير داك القياس. عندي في الصدر 30، غندير انا 31 على حساب الثوب تاع الخيط. وهنايا في الكول 8 سنتيم. بالنسبه للعبار تاع الصدر راه قاعده كاينه في القناه ونحن نذكركم بها، يعني دوره الصدر مقسوم على 4، والخارج كنزيد ليه 4 سنتيم تاع الوسع وسنتيم تاع الخياطه. وبالنسبه للوسع تيتغير من كل بياسه لبياسه، نقدر نزيد غير 2 تاع الوسع حتى 4. المهم بالنسبه للملابس الفضفاضه كنزيدو 4 سنتيم. بالنسبه للملابس اللي هي كتبغي تجي مسانكيه ومجموعه كنزيد 3 سنتيم 2 سنتيم على حسب الشخص كي تيبغي يلبس. كما قلنا حددنا هنايا الطول، غنزيد هنايا 12 سنتيم، هي غندخل بجوج. وهنايا حددت الطول ديالي كما قلت فيه 92، ها هي هانتوما الطول. وغندي ليه هاد النقطه ديال دار ديك 92، والعرض يعني في التحت في الاسفل هنايا درت 40 سنتيم بهذا الشكل هذا ونقطع. انا غنشرح لكم في الورقه اش درت، نكمل هنايا ونشرح لكم في الورقه اش درت باش يلا تفهموا. هنايا كنطلع الرجلين بواحد 2 سنتيم كما العاده، ونقطع ونرجع معكم كما كتشوفوا معايا. هنايا غنحاول نشرح لكم. هنايا طويت الثوب ديالي بهذا الشكل كما قلنا. عندي فيه 2 متر و30 على 1.50 متر، وطويته بهذا الشكل. حسبت 40 سنتيم هنايا حسبت 40 سنتيم. حسبت الطول ديالي نقصت منه واحد 45، بقات لي 92 درتها هنايا. حسبت الكتاف تركيز
ونزلت هنايا ب 12 سنتيم، دخلت بجوج وخرجت بهذا الشكل ونقطع. بالنسبه لهذا المقص راه تنستعملوا الورق، المقص باش كتفصلوا الثوب ما ديروش الورق نهائيا، حيت هو اللي كيحفيه كيخلي المقص يبقى حافي. هانتوما عندي هذا الامام مع الخلف. بالنسبه لهذا الجزء اللي بقى ليا هنا غنقطعو وغنخليه قطعه واحده هكا، هو باش غندير كرياش في التحت من هنا. وهذا الجزء اللي بقى ليا في الجيب تاعكم هو اللي غنطوي وندير فيه الاكمام باش تعرفوا كيفاش استغليت انا الثوب ديالي. هانتوما نحيد دروكا الامام والخلف، ها هما غنحيد الامام الخلف وغيبقى ليا الامام. غنحل الطوق. بالنسبه للطوق هنايا 12 حيت ما غندير لا فتحه لا والو، يعني غنخليه هكا 12 سنتيم هي، وغنقطع ونزيد هنايا 1 سنتيم وندخل هنايا 1 سنتيم كما العاده باش نقاد التركيز ديالي. هذا الامام والخلف. بالنسبه للقطعه اللي شاطط ها هي، نتوما راه ما غنحركش الثوب، غنجبدو هكا باش تشوفوا. هذا داك الاسفل اللي حيدنا ها هو غنكدوه اليوم نحيد واش نخليه قطعه مستقيمه. يجي هكا. هذا هو اللي غيعطيني الترياش بهذا الشكل. الاسفل ديال البيجامه ديالي هذا هو الامام والخلف. عرفتوا واش كيبان؟ غيجي بحال هذا الشكل، كيجي يعطيني الترياش بحال هكا. وغنوريكم الشكل النهائي ملي تخيط. غيبقى ليا هذا الجزء وغندير فيه الاكمام. بالنسبه للاكمام غنجيب تركيز ديال الخلف بهذا الشكل، وغنطراسي الكم ديالي. غنحدد الطول، الكم بيت فيه 45، انا غنقص منه واحد شويه، غنخليه غير 30 باش نخلي لما باقي ندير فيه الترياش باش يجيني بحال الاسفل ديال البيجامه ديالي. وهنايا غندير 16 وملكم ونقطع. هادو الاكمام. بالنسبه لهاد القطعه غنخليها هكا. باش ندير بها الترياش في الكم. الا جات كبيره غنقصها من بعد بحال هذا الشكل. هذا الشكل بالنسبه ليا بانت ليا كثيره، غنقص منها في الطول وغنصاوب تاع الكم الاخر. ها هي صافي، ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال الكسوه ديالنا ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال البيجامه ديالنا. كتجي بهذا الشكل. شوفوا الاكمام هنايا، داك الديكور اللي درت ليها في الكول. هنايا فينيت بالبيي
كما قلت لكم راه كاين الفيديو في القناه، دابا نخلي لكم الرابط ديال هذا الموديل. هذا مفصل بطريقه مختلفه. وهنا كما كتشوفوا معايا لي بلي من الاسفل جات رائعه. نتمنى من الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.